6 أكتوبر، الكل واقف على رجليه، العرض العسكري شغال، طيارات في السماء، جنود بيستعرضوا قوتهم، والمنصة مليانة كبار رجال الدولة. وفجأة الهدوء بيتقلب لنار ودخان ودم. الرئيس أنور السادات بيقع على الأرض، رصاصة ورا رصاصة ورا رصاصة، 13 طلقة بتخترق جسمه، وفي خلال ثواني مصر بتفقد رئيسها. لكن السؤال هنا، هل اللي حصل كان مجرد حادث إرهابي ولا في حد كان مستني اللحظة دي؟ وهل ممكن يكون حسني مبارك عرف وسكت؟ في صباح يوم 6 أكتوبر 1981 أنور السادات طلع من بيته وهو لابس بدلة رسمية، مش لابس السترة الواقية من الرصاص. رغم التحذيرات الكتير، بيقولوا إن السترة كانت في العربية لكنه رفض يلبسها وقال أنا مش جبان، اللي كاتبه ربنا هيكون. لكن السؤال، ليه ما كانش فيه خطة بديلة؟ فين القناصة؟ فين الحرس الجمهوري؟ ليه القتلة قدروا يوصلوا له بسهولة؟ هل دي كانت ثغرة ولا بوابة مفتوحة عمد؟ خالد الإسلامبولي ملازم أول في الجيش، بيسوق عربية عسكرية وبيوقفها قدام المنصة، ينزل هو و3 من جماعته يرشقوا المنصة بالنار. الرصاص بيدوي والناس بتجري، لكن المثير إن محدش من الحرس تدخل في الوقت الصح، ولا حتى حسني مبارك اللي كان قاعد على بعد مترين من السادات. خرج من الحادث سليم تقريبا وكأنه كان محصن. بعد الاغتيال بساعات حسني مبارك بيتعين رئيس مؤقت، وبعدها بأيام رسميا رئيس الجمهورية. ناس بدأت تسأل، هل مبارك كان يعرف؟ هل كان في صفقة ولا هو فعلا اتفاجئ زينا كلنا؟ نرجع لمحاكمة القتلة. خالد الإسلامبولي، عطا طايل، حسين عباس، وعبد الحميد عبد السلام، كلهم اتحكم عليهم بالإعدام ونفذ الحكم. لكن حد سأل نفسه، مين اللي سهل لهم دخول الأسلحة؟ ازاي قدروا يهربوا رصاص وقنابل داخل منصة فيها أهم رجال الدولة؟ ومين اللي أمر بتقليل التأمين؟ هل حسني مبارك كان عارف ولا القدر اختار يكون البديل؟